ازيكم يا جماعه، واهلا بيكم في فيديو جديد من نيمتو تك. والنهارده هتكلم معاكم عن الموبايل اللي كنا بتشتري فيه الايفون 14 ولا 14 برو ماكس. وبصراحه مش عارف ايه القلبه الاخيره اللي حصلت على الايفون دي. هل فعلا الموبايل وحش؟ هل الموبايل بيقدم اداء اقل من المتوقع؟ هل في مشاكل في السوفت وير؟ كل ده هنعرفه في الفيديو ده، فيلا بينا. هتكلم معاكم كده على شويه ايجابيات وسلبيات قابلتها خلال استخدامي للموبايل لمده 4 شهور. فخلينا في الاول نبدا كده بالايجابيات عشان نفتح نفسكم. اول حاجه حلوه ومبهره في الايفون 14 برو ولا 14 برو ماكس هي الشاشه هنا سوبر ريتنا اتش دي ار، بتوصل لدرجه سطوع 2000 نت. درجه السطوع دي بتخليك تقدر تشوف اي محتوى على الشاشه حتى لو انت واقف تحت الشمس بالظبط. مش بس كده، كمان ال 120 هرتز بتخليك تحس بسلاسه غير طبيعيه في الاستخدام او التنقل ما بين التطبيقات، او حتى لو انت بتسكرول عادي. وحقيقي هتحس بفرق السلاسه مثلا لو انت شغلت اللو باور مود وبيقلل الريفرش ريت عشان يقلل استهلاك البطاريه. بما اننا طبعا بنتكلم على الشاشه، فما نقدرش ننسى اهم ميزه موجوده في الايفون 14 برو ولا 14 برو ماكس، وهي الدايناميك اي. الجزء التفاعلي ده بيخليك تاخد تجربه استخدام مختلفه عن اي ايفون انت جربته في حياتك. المكالمات بتطلع من الايلاند دي لما تيجي تسجل سكرين ريكوردنج، لما تيجي تسجل فويس ميمو، لما تيجي تستقبل اير دروب، لما تيجي تشغل اغاني، لما تيجي تشغل تايمر، او حتى لما تيجي تلعب لعب. كل الحاجات دي واكتر بتخلي فعلا ان تجربه استخدام الدايناميك ايلاند نظيفه، ومش زي اي نوتش موجوده في الايفون. بس مع كل الفيتشرز اللي الدايناميك ايلاند بتقدمها لك في الاستخدام، الا ان كان ممكن يبقى فيها فيتشرز اكتر من كده، وقابل تستغل وجودها في حاجات اكتر من كده. ولكن في مشكله اكبر من كده، وهي ان كتر استخدامك للدايناميك ايلاند واللي بيكون فيها الكاميرا بيخلي الكاميرا مبصمه. فلما تيجي تصور اي صوره سيلفي فعلا بتلاقي الصوره مشبره كده او مبصمه ومش بجودتها الكويس. فعشان كده قبل ما تصور اي صوره سيلفي بالايفون 14 برو او 14 برو ماكس، جرب بس تمسح الشاشه من قدام، وعايزك تتفرج على اعظم صوره سيلفي ممكن تاخدها في حياتك. افضل كاميرا سيلفي جربتها في حياتي الى الان هي كاميرا 14 برو ولا 14 برو ماكس. بيقدموا الوان جامده جدا، عزل الخلفيه، شاربنس، ديتيلز، دايناميك رينج جبار. ومش بس الكاميرا الاماميه، لا، الكاميرا الخلفيه للايفون 14 برو ولا 14 برو ماكس وللاول مره بتيجي ب 48 ميجا بكسل، بعد ما كان كل اصدارات الايفون اللي قبل كده 12 ميجا بكسل بس. ولكن ان تتخيل كميه الديتيلز اللي ممكن تاخدها من صوره 48 ميجا بكسل في الايفون 14 برو ولا 14 برو ماكس، مع نظام معالجه جديد واللي هو الفوتونيك انجن. وده بيخلي الصور بتاعتك فيها شاربنس عالي جدا ونويز قليله جدا، لدرجه ممكن تقفلك من الصوره اصلا. كمان في مشكله بسيطه جدا في كاميرا الايفون بدات احسها، وهو ان هو مش بيقدر يتحكم في الهايلايتس. الاماكن المنوره بتلاقيها منوره جامد والتفاصيل كلها رايحه منها، ولكن تقدر تتغلب على المشكله دي بكل سهوله لو انت بتصور رو بدقه طبعا 48 ميجا بكسل. فهتاخد تفاصيل في الصوره عاليه جدا، تقدر تعدل في الهايلايتس براحتك، وتقدر تعدل في الالوان براحتك، طبعا مع معالجه ابل للصور الرو. فحقيقي الكاميرا هتطلع لك تفاصيل جامده جدا، لدرجه ان انت اوقات مش هتقدر تفرق بين كاميرا دي اس ال ار وكاميرا الايفون. بس لو انت مش شاغل بالك بالتفاصيل والديتيلز دي، اوعى ابدا تصور رو، لانه بياخد مساحه كبيره جدا من الايفون. وبما اننا بنتكلم عن الكاميرات والتصوير، فطبعا ما نقدرش ننسى اهم ما يميز الايفونات عموما، وهي تصوير الفيديوهات. حقيقي الايفون 14 برو ولا 14 برو ماكس بيقدموا تجربه تصوير فيديوهات رهيبه جدا، وبالذات في الاضاءه المنخفضه. كمان بسبب المثبت البصري، فحقيقي الفيديوهات بتطلع ثابته جدا، وكمان مع ميزه الاكشن مود فهتاخد ثبات اكتر واكتر. كمان من الحاجات اللي ابهرتني جدا في الايفون 14 برو ولا 14 برو ماكس هي البرفورمانس بتاعهم. حقيقي تجربه استخدام الاي او اس 16 مع معالج ابل الجديد الاي 16 بيونيك بيديك اسرع واسلس جهاز ممكن تستخدمه في العالم. وعلى عكس ناس كتير جدا اشتكت ان هو بيحصل فيه لاج مع استخدامهم كل الكلام ده، الا ان طول فتره استخدامي ما قابلتش اي لاج في استخدام الموبايلات. حتى مع استخدام تطبيقات تقيله زي الفوتوشوب واللايت روم، فكان الايفون بيدي تجربه ممتازه. البروسيسنج سريع جدا، وبصراحه ده المتوقع يعني من ابل. شاشه بروموشن مع معالج جديد مع اي او اس 16 بتاخد تجربه استثنائيه. حتى في الالعاب بتاخد تجربه جيمنج جامده جدا، مفيش لعبه حقيقي قدرت تعجزه. وحتى بعد فترات لعب طويله جدا الجهاز حرفيا ما بيسخنش. ولكن مع كل المميزات والفيتشرز اللي موجوده في الايفون، في عيوب كده حقيقي كانت بتقفلك من الجهاز. خلينا نبدا مع اول عيب، وهي ميزه الاولويز اون ديسبلاي. حقيقي من يوم ما جبت الايفون 14 برو ماكس وانا قافل الميزه دي ما بستخدمهاش، ورغم من انتظاري ليها لفتره طويله، الا ان ابل حاسسها كروتت الميزه دي. ومش بس كروتتها، الميزه دي بتستهلك البطاريه بشكل مبالغ فيه جدا. اعتقد ان انت بعد ما تقفلها ممكن توفر في عمر البطاريه في استهلاكك اليومي
من ساعه ونص لساعتين، وده رقم كبير جدا في استخدامك يعني. كمان من العيوب الموجوده في ميزه اولويز اون ديسبلاي ان هي ما الشاشه ما بتطفيش خالص، لا بتفضل كده منوره، فانت ما بتبقاش عارف اصلا الموبايل بتاعك شغال ولا مطفي ولا ايه دنيته. كمان من الحاجات اللي ما عجبتنيش في الايفون هو الشاربنس الزياده في الصوره. ديب فيوجن شغال في كل الصور، فبيديك شاربنس في صور انت محتاجها تكون جماليه اكتر من كده. يعني اوقات لما باخد صوره سيلفي بلاقي صور المسام بتاعه وشي ظاهره في الفيديو، والصور لسه المفروض تكون اكتر جماليه عن كده. كمان من الحاجات المظهره في الايفون ان هو لسه بيجي بكيبل اللايتنينج، والمشكله مش بس ان هو بيجي بكيبل لايتنينج، لا ده في عقم اكبر من كده، ان هو بيجي من الناحيه الثانيه بتايب سي، فلا تقدر تشحنه بشاحن ايفون قديم. لو انا مثلا واحد معايا مثلا كان ايفون اكس ولا حاجه، فما اقدرش اشحنه بشاحن اللي هو بيجي بتايب ايه لايتنينج، لا انت لازم تبقى معاك شاحن تايب سي من ناحيه ولايتنينج من ناحيه. وبصراحه الموضوع ده بيستفزني، فلو انا بره مثلا وعايز معايا باور بانك مثلا طيب ايه وعايز اشحن، فلازم ايه استخدم يبقى معايا وصله تانية، والموضوع ده قرفني حقيقي. كمان من الحاجات اللي ما عجبتنيش في الايفون، ودي خاصه بال 14 برو ماكس، ان كل حاجه موجوده فوق. الايفون حجمه كبير، فصعب جدا ان تستخدمه بايد واحده. عايز توصل للكنترول سنتر، عايز توصل للنوتيفيكيشنز، عايز تستخدم الدايناميك ايلاند الميزه اللي هم حاطينها لك، كل الحاجات دي فوق، فاستخدام الايفون بايد واحده بيبقى مستحيل. ده غير ان استخدامك ليه لفتره طويله حرفيا بيوجع لك ايدك، لان الايفون حوافه حاده شويه، فاستخدامك لفتره طويله فعلا بتلاقي ايدك وجعتك. وبعد كل الحاجات اللي انت سمعتها دي، خلينا بقى نجاوب على اسئله. هل الايفون بتاع السنه دي كان جهاز وحش؟ الاجابه هي لا. هل في مشاكل في السوفت وير؟ معايا انا الاجابه برضو لا. هل اداء الموبايل اقل من المتوقع؟ برضو الاجابه لا. فانا بصراحه مش فاهم ايه هي سبب القلبه الكبيره جدا على الايفون. هل هو مثلا ترند او حاجه؟ بصراحه انا ما اعرفش. وبس كده، ده كان فيديو النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير. نشوف الفيديوهات اللي فاتت في السنه الفيديو الجاي. سلام.